اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كروشيه. النهاردة هنعمل مع بعض غرزة جديدة. الغرزة بتاعتنا بتتعمل من تكرار 4 سطور. هنلاقي فيها غرزة الحشو والعمود بلفة وكمان غرزة الباف، وطبعا نقدر نستخدمها في كذا حاجة. ممكن نعمل منها بطانية وممكن ندخلها في بلوفر او شال مستطيل، يعني زي ما تحبي. ان شاء الله الغرزة تعجبكم. انا هشتغل بخيط برنسس سوفتي وهستخدم ابرة رقم 3.5. هبتدي اعمل عقدة البداية، والغرزة بتاعتنا بتتعمل من مضاعفات العدد 4، وبعد كده هزود عليهم غرزة سلسلة زيادة. يعني هبتدي ارتفع 4 غرز ورا 4 غرز بالشكل ده، وارجع اكرر 4 غرز تاني. هشتغل كده لغاية لما يبقى عدد الغرز معايا 40 غرزة سلسلة، وارجع ازود معاكم الغرزة زيادة. بالشكل ده كده انا اشتغلت 40 غرزة سلسلة. فاضل ان انا ازود الغرزة الزيادة. هبتدي اشتغل في رابع غرزة سلسلة عمود بلفة. هبتدي اعد ابتداء من هنا 1 2 3، وفي الغرزة الرابعة هشتغل فيها عمود بلفة، وكل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة. يبقى ده السطر يعتبر سطر كده زي اساس للشغل. هعمل فيه كله عواميد بلفة. هكمل كده لنهاية السطر وارجع لكم. بالشكل ده كده انا اشتغلت السطر كله عواميد بلفة، وهبدأ اشتغل السطر اللي بعد كده. كل ده احنا لسه ما ابتديناش الغرزة بتاعتنا. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة او في اول غرزة اشتغل فيها غرزة حشو، وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو لنهاية السطر. انا كده اشتغلت السطر كله غرز حشو. فاضل معايا اخر غرزة حبيت اشتغلها معاكم علشان تاخدوا بالكم منها، ان دي ال3 سلاسل الاولانيين. هشتغل في تالت غرزة سلسلة غرزة حشو، عشان دي كده تعتبر اخر غرزة حشو معايا بالشكل ده كده. وابتداء من السطر اللي جاي انا هبتدي اشتغل الغرزة بتاعتي. هبتدي ارتفع 3 غرز سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية. ال3 سلسلة عبارة عن اول عمود بلفة، وكمان هشتغل في الغرزتين اللي ورا بعض كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده كده. يبقى انا يعتبر اشتغلت 3 غرز عمود بلفة ورا بعض، لاني هعتبر ال3 سلاسل زي ما قلنا ده كده عمود بلفة بالشكل ده كده. بعد كده انا هسيب غرزة الحشو دي هتجاهلها، وهنزل في السطر اللي تحتها عند العمود بلفة. هبتدي اشتغل حوالين العمود بلفة غرزة بف من 3 لفات حوالين العمود ده. يعني انا هسيب غرزة الحشو وهنزل زي ما قلنا في السطر اللي تحتها عند العمود بلفة. هبتدي اشتغل غرزة بف حوالين العمود كأني بشتغل بريد امامي. هبتدي ادخل كده والف اول لفة، وهكرر تاني حوالين العمود. هشتغل تاني لفة وهدخل تاني حوالين العمود اشتغل تالت لفة. يبقى انا كده عملت 3 لفات، وهبتدي الف الخيط واخرج من كل اللفات. هيتبقى معايا حلقتين وهلف واخرج من حلقتين. يبقى انا اشتغلت غرزة بف حوالين العمود بالشكل ده. بعد كده انا هسيب غرزة الحشو اللي انا اشتغلت تحتها غرزة الباف ديت، لاني انا يعتبر خلاص اشتغلت عندها، فانا مش هشتغل فيها. هشتغل في الغرزة اللي بعد كده عمود بلفة، وكمان الغرزتين اللي ورا بعض هشتغل في كل غرزة منهم عمود بلفة. يبقى انا كده يعتبر اشتغلت 3 عمود بلفة ورا بعض. وبعد كده هرجع اكرر في الغرزة اللي بعد كده. هسيب غرزة الحشو وهنزل عند العمود بلفة. هدخل اشتغل غرزة بف حوالين العمود من 3 لفات. دي كده اول لفة، التانية والتالتة بالشكل ده، وهلف واخرج من كل الحلقات. هبقي حلقتين هلف واخرج من الحلقتين، وهسيب غرزة الحشو اللي ورا غرزة البف، وهدخل في غرزة الحشو اللي بعد كده اشتغل عمود بلفة، وكمان الغرزتين اللي ورا بعض هشتغل فيهم عمود بلفة. يبقى التوتال 3 عواميد بلفة ورا بعض. وهرجع اكرر تاني الغرزة اللي بعد كده هنزل في العمود اللي تحتها هشتغل حواليه غرزة بف من 3 لفات. تاني لفة، التالتة بالشكل ده،
وهلف واخرج من كل الحلقات، وهبقي حلقتين هلف واخرج من الحلقتين. هسيب غرزة الحشو دي وهدخل في الغرزة اللي بعد كده، هبتدي اشتغل فيها عمود بلفة، وكمان الغرزتين اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، واخر حاجة اشتغلتها غرزة بف. فاضل ان انا اشتغل اخر 3 عواميد بلفة. هبتدي اسيب غرزة الحشو اللي ورا غرزة البف، وهدخل في الغرزة اللي بعدها اشتغل عمود بلفة، والغرزتين اللي ورا بعض كل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده كده. يبقى انا نهيت السطر بتاعي، وده كده هيبقى شكل الغرزة بتاعتنا. وبعد كده هبتدي اشتغل السطر التاني من تكرار الغرزة. هرتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في اول غرزة اشتغل فيها غرزة حشو. والسطر ده كله انا هشتغله غرز حشو، يعني هدخل في كل غرزة اشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده. بالشكل ده كده انا اشتغلت السطر كله غرز حشو. فاضل معايا اخر غرزة اللي هي عند الثلاث سلاسل، هشتغل فيها برضو غرزة حشو. حبيت اشتغلها معاكم عشان تاخدوا بالكم منها. يبقى انا كده نهيت السطر التاني من تكرار الغرزة. وطبعا زي ما احنا شايفين الغرزة بتاعتنا ليها وش وظهر، ده كده وش الشغل وده كده الظهر. وهبدأ السطر الثالث من تكرار الغرزة. هرتفع 3 غرز سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. ال3 غرز سلسلة دول يعتبروا عمود بلفة معايا، وانا المرة دي هشتغل الغرزة بتاعتي نفس اللي انا عملته، بس هتبقى الغرزة عكس بعضها. يعني غرزة البف هنا انا هشتغل غرزة البف هعملها في السطر ده، هتبقى هنا هيبقوا في النص ما بين الغرز البف دي. هنشوف ازاي. انا بعد كده الغرزة اللي بعد كده غرزة الحشو دي هسيبها، وهنزل في السطر اللي تحتها عند العمود بلفة. هبتدي على طول اشتغل غرزة البف. طبعا في السطر الاولاني كنا بنشتغل الاول 3 عواميد وبعد كده غرزة البف. انا هنا على طول هشتغل غرزة البف، فهدخل هنا عند العمود بلفة، هبتدي اشتغل غرزة البف حوالين العمود زي ما اتفقنا كأني بشتغل بريد امامي. وهدخل الف اول لفة وتاني لفة وتالت لفة بالشكل ده، وهلف واخرج اللفات. هبقي حلقتين على الابرة، وبعد كده هخرج من الحلقتين. بعد كده هسيب غرزة الحشو اللي ورا غرزة البف، وهدخل في الغرزة اللي بعد كده اشتغل عمود بلفة، والغرزتين اللي ورا بعض هشتغل في كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. وهرجع اكرر الغرزة بتاعتي تاني عند الغرزة اللي بعد كده. هسيب غرزة الحشو وهنزل في السطر اللي تحتها اشتغل غرزة بف حوالين العمود من 3 لفات. تاني لفة ودي تالت لفة بالشكل ده، وهخرج كده من الحلقات زي ما احنا شايفين. هسيب غرزة الحشو اللي ورا غرزة البف، وهدخل في الغرزة اللي بعد كده هشتغل عمود بلفة وكمان الغرزتين اللي ورا بعض. يبقى كده دول 3 غرز عمود بلفة ورا بعض. وهرجع اكرر تاني في الغرزة اللي بعد كده هسيب غرزة الحشو وهنزل عند العمود بلفة. هكرر هشتغل حوالين العمود غرزة بف من 3 لفات زي ما احنا شايفين كده، وهشتغل عمود بلفة في غرزة الحشو اللي ورا اللي بعد غرزة البف بالشكل ده، وفي الغرزتين اللي ورا بعض بعد كده عمود بلفة. يبقى انا اشتغلت 3 غرز عمود بلفة ورا بعض، وبسيب غرزة الحشو اللي انا بشتغل عندها هنا غرزة بف بالشكل ده كده. وهكرر كده بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين ان الغرز بتبقى عكس بعضها.
هكمل كده لنهاية السطر. انا وصلت كده لنهاية السطر، واخر حاجة اشتغلتها 3 عواميد بلفة ورا بعض. هيتبقى معايا اخر غرزتين، هدخل هنا عند غرزة العمود بلفة اللي تحت غرزة الحشو، يعني هسيب غرزة الحشو وهنزل عند العمود بلفة اشتغل غرزة الباف حوالين العمود بالشكل ده كده من 3 لفات، وهبتدي اشتغلها. واخر غرزة حشو هدخل فيها اشتغل عمود بلفة بالشكل ده كده. يبقى انا كده نهيت السطر الثالث من تكرار الغرزة، وده كده شكله زي ما احنا شايفين الغرز عكس بعضها. وفاضل معايا اخر سطر اللي هو السطر الرابع من تكرار الغرزة. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في اول غرزة اشتغل غرزة حشو، وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو. يعني السطر ده كله مفهوش اي حاجة غير غرز حشو. وصلت كده لنهاية السطر، فاضل معايا اخر غرزة اللي هي 3 سلاسل. هدخل في تالت غرزة سلسلة اشتغل فيها غرزة حشو، وكده انا خلصت ال4 سطور بتوع الغرزة. وزي ما احنا اتفقنا الغرزة ليها وش وظهر، ده كده الوش وده الظهر بتاع الغرزة. وهبدأ اكرر تاني السطر الاولاني، هرتفع 3 غرز سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. ده كده اول عمود بلفة، وهدخل في الغرزتين اللي ورا بعض اشتغل في كل غرزة عمود بلفة. يبقى كده 3 عواميد بلفة ورا بعض. والغرزة اللي بعد كده هسيب غرزة الحشو وهنزل عند العمود بلفة هشتغل غرزة بف حوالين العمود من 3 لفات بالشكل ده كده. وهبتدي اخرج كل الحلقات، هبقي حلقتين هلف واخرج من الحلقتين. وبعد كده هشتغل عمود بلفة في الغرزة اللي بعد كده. هسيب غرزة الحشو اللي ورا غرزة البف وهدخل عند غرزة الحشو اللي بعدها، وكمان الغرزتين اللي ورا بعض هشتغل في كل غرزة عمود بلفة. يبقى 3 عواميد بلفة ورا بعض بالشكل ده كده. وهرجع اكرر تاني هشتغل غرزة بف حوالين العمود بلفة، هسيب غرزة الحشو هنزل في العمود بلفة اللي تحتها هشتغل غرزة بف من 3 لفات. ده كده اول لفة، التانية، التالتة بالشكل ده كده بالشكل ده كده. وبعد كده هشتغل عمود بلفة، هسيب غرزة الحشو اللي ورا غرزة البف وهدخل في الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود بلفة، وفي الغرزتين اللي ورا بعض هشتغل في كل غرزة عمود بلفة. وهكرر كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. ده كده السطر الاولاني من تكرار الغرزة، والسطر التاني هيبقى كله غرز حشو. السطر التالت هيبقى زي السطر الاولاني بالظبط، بس هيبقى معكوس، يعني هرتفع عمود بلفة وهدخل على طول هنا في الغرزة اللي بعدها او عند العمود بلفة هشتغل غرزة بف. يعني بشتغل في العمود اللي في النص هنا بشتغل فيه غرزة بف. والسطر الرابع غرز حشو. طبعا انا هشتغل كده جزء من الغرزة وارجع اوريها لكم شكلها عامل ازاي. ده كده شكل الغرزة بتاعتنا زي ما احنا شايفين شكلها جميل. نقدر نستخدمها في كذا حاجة، ممكن نعمل منها بطانية للبيبي، وممكن كمان ندخلها في بلوفر. اتمنى ان الغرزة تكون عجبتكم، متنسوش لايكات كتير على الفيديو، وشكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.